القصة المعروفة اللي كانت طرات مثلا في الجزائر في إبان في الفترة ديال الاستعمار الفرنسي. وكان هذاك روني لاكوست اللي هو وزير المستعمرات الفرنسية كان دار بواحد الاحتفال وجامعين ليه فهمتيني المقيم العام في الجزائر ووزير المستعمرات الفرنسيه والجنرالات ديال فرنسا وكذا، ومجموعين على اعتبار انهم غاديين يحتفلوا بالبنات اللي درسوهم في البعثه الفرنسيه تقريبا واحد 10 سنوات هما تيدرسوهم تما. بغاو شنو هي القضيه؟ قضيه نفسيه. بغاو باش يبينوا دوك البنات انهم راه لابسين اللباس الفرنسي المتبرج السافر وكذا، زعما انتم اللي كتقولوا كذا، حنا بناتكم كان يكفي اننا ندرسوهم عندنا وما خرجوا ديالنا. يوم الاحتفال يصدم الجميع ان الفتيات الجزائريات طالعين المنصه ديال التتويج بالحيك الجزائري، فوقعت ضجه كبيره انذاك. من يسولوا انت وزير المستعمرات الفرنسي كيف يقع هذا؟ فقال لهم كلمته الشهيره التي وددت لو ان المسلمين فقهوها كما فقهها. قال لهم وماذا افعل لكم ان كان القران اقوى من فرنسا؟ ماذا افعل لكم ان كان القران اقوى من فرنسا؟ تابعوا معنا هذا الفيديو. انت يا جزائري تعال عندي هون. انت يا جزائري مين شايف نفسك انت يا جزائري شو مفكر نفسك انت حبيب الله. أنت من الأتقياء والأنقياء والشرفاء والشهداء. يقول لك بلد المليون شهيد. لا 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 لا، من وين جايبين هذا الكلام؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ بلد المليون شهيد، بلد 10 مليون شهيد. الشهيد، الشهداء، الأتقياء، الأنقياء، الشرفاء. على فكرة أعتقد لو ما في جزائر في الدنيا لقامت القيامة. هذا تفكيري البسيط، يعني ما أتكلم في الدين. يعني الجزائري انصر الجزائر ظالما أو مظلوما. الجزائر طبعا تقول لي الآن يعني أنا بمدح بالجزائر. مين أنا لا شيء. كبار الناس يمدحوا الجزائر ويذكروها بالخير. الجزائر على فكرة ما أعرف إيش مشكلتها. الجزائر الحرة، الجزائر الأبية، الجزائر التي لا تشترى ولا تباع، الجزائر التي قالت كلمتها وقالتها بثبات، وإذا وقفت شامخة لا تنحني ولا ترضى للضغط ولا بتخاف منه. هذه الجزائر، وهذه الجزائر التي نحبها ونعرفها ويعرفها الأحرار. بلد لا يليق به إلا المجد، وشعب لا يعرف إلا العزة. ومن أرض فلسطين نقول له بكل فخر سلام على بلد 1.5 مليون شهيد الجزائر. سلام على الجزائر التي بقت واقفة وبقى صوتها عالي. أنا أحمد عودي وهي قناة صوت فلسطين. ما تنسى تشترك في القناة وتخلي لايك على الفيديو. دعونا نبدأ بفيديو اليوم. ما أعرف إيش مشكلتهم. ما تقابل واحد جزائري إلا تحبه، ما تقابل واحد جزائري إلا ترى إنه يقطر خير وخيرات. فلذلك ما أعرف أنا شو طينتكم أنتم يا الجزائريين. طينة طيبة، بس يعني صدقا 40 سنة في كندا تورونتو لم أقابل جزائري واحد، مع احترامي للأخوة الكرام من جنسيات ثانية الكرماء الشرفاء، ما قابل جزائري واحد إلا غصبا عنك تحبه. فلذلك هنيئا لكم. ما أعرف إيش رضعتكم أمهاتكم، بس أكيد كان مخلوط بالطيبة والشرف والنقاء والصفاء. أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تحية. جاتني بشارة حلوة وحبيت أبشركم وأفرحكم معايا. تتذكرون الرجل الجزائري اللي قابلني في الجزائر ولما عرف إني من مكة بكى، وهذه صورته معايا. بكى لأنه يبغى يزور مكة ومشتاق لمكة. أعطاني 1000 دينار قال تغدى أو تعشى فيها. طبعا سبحان الله تصورنا مع بعض، والرجل حبيته من أخلاقه الطيبة وكرمه الطيب. رحت السعودية ورجعت السعودية، وجاء رجل سعودي كريم أعرفه شخصيا قال يا عبد الرحمن الرجل الجزائري اللي تصور معاك وبكى لما عرف انك من مكة ومشتاق لمكة، ترى له هدية مني له، زيارة عمره رحلته كاملة شاملة مجانا لهذا الرجل. الله أكبر يا أحبة. هذا الرجل يعني محبة ومعزة. أعطانا
ال1000 الدينار اللي ما يساوي قرابة إلا 20 ريال أعطاها الله بفضله وكرمه رحلة كاملة زيارة عمرة شاملة مجانا إلى مكة. سبحان الله. اللي أبغى أقوله لكم ترى الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ودايم علق قلبك بالله، لأن الرجل كان في المقطع يقول أنا مشتاق لمكة وإن شاء الله ربي راح يخليني أزور مكة، وأعطاها الله بفضله وكرمه. كل ما أحسنت نيتك مع الله أعطاك الله سبحانه وتعالى، فدائما اطلب الله بصدق والله راح يسخر لك الناس. الله يحفظكم ويسعدكم. جاتني البشارة ذي حبيت أبشركم وأفرحكم، والله يوفق كل واحد فيكم. دولة وحاسب على هذه الكلمة شخصيا لي، أكرم شعب رأيته في حياتي هو الشعب الجزائري. أنا مالي مصلحة من هذا الكلام، لكن حقيقة والله أقولها بيني وبين الآخرين كلهم، كل يقدرون كلمة ضيف. الوطن الإسلامي العربي موجود هنا، العرب سبقوا العجم بالكرم، وكذلك موجودين، يعني تعرفون الأمازيغ كلنا أخوة، كلنا النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا أخوة، لكن هنا شعب جزائري كل بيت يرحب ويهلي. والله يا أخي الواحد يشعر بالعزة أن يجد في أرض الإسلام والمسلمين في هذه القبائل الطاهرة المباركة أن يجد فيها هذه آثار رحمة الله، وينظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا فضل من الله عز وجل ومنة منه، وعلى المسلمين هنا أن يتوجهوا، هنا السياحة، هنا القلوب. المهم في كتاب الإسلام على مفت الطرق وكتاب التبشير والاستعمار وكتاب أبيدوا أهل الإسلام ودمروا إلى غير ذلك من الكتب تذكر واحد المسألة مضت في تاريخ الاستعمار الفرنسي الجزائر. لما أرادوا أن يغيروا ثقافة ودين الجزائريين أخذوا في تجربة معينة، فأخذوا فتيات، واحد العدد ديال الفتيات، وأدخلوهن منذ صغرهن إلى المدرسة ديال البعثة الفرنسية، ثم جعلوا يدرسوهن التعليم الفرنسي وغيروا ثيابهن، فصارت الفتيات يعني لم يبقى لهن من جزائريتهن إلا الجينات، المسائل اللي هي جينية، المورثات ما عندهم كيدوا لها، يعني بنيتات ولاو فرنسا. وبعد 11 سنة من التعليم الفرنسي أرادوا أن يحتفلوا ويجعلوا أبهة كبيرة لهذا الاحتفال حتى يضربوا به إخواننا في الجزائر في العمق، ليقول لهم غيرنا دينكم وغيرنا ثقافتكم. ففي وقت الاحتفال واجتماع يعني القادة واجتماع ديال الجيش وكذا إلى آخره، وكاين عندهم ذاك لاكوست اللي هو وزير المستعمرات الفرنسي قال السما إلى آخره، فإذا بالفتيات يفاجئن الجميع لما دخلنا ملتحفات باللباس الإسلامي على الطراز الجزائري، هذا بحال الحيك اللي عندنا احنا، ذاك الحيك الابيض الى اخره. فقامت الضجه في المجلس وجعلوا يتساءلون ما الذي فعلناه طيله 11 سنه، ودابا داز لا يقل على 100 سنه من الاستعمار ديالنا للجزائر، يعني شو فين مشى هذا الشيء؟ قال لهم لاكوست، لانهم سالوه، قال انت وزير المستعمرات الفرنسي كيف شنو مش من خدمه ما درتش لا خدمه له؟ فقال لهم لاكوست في مقولته الشهيره، وماذا أفعل لكم إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ إذا كان القرآن أقوى من فرنسا يقولها وزير المستعمرات الفرنسي ولا يقولها المسلمون، يعتقدها وزير المستعمرات الفرنسي ولا يعتقدها المسلمون. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهون بنختم كلامنا، بس الكلام عن الجزائر ما بيخلص، والجزائر لا تختصر بالكلمات، الجزائر تبقى حرة، الجزائر تبقى شامخ، وتبقى الجزائر عصية على كل من يحاول يفرض عليها ما لا تريده. للجزائر رجالها وللجزائر مواقفها، وللجزائر راية لن تنزلها. ومن فلسطين للجزائر كل المحبة والاحترام لك. كان معكم أخوكم أحمد عودة بن فلسطين وعاشق تراب الجزائر. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تشتركوا في القناة، لأن صوت فلسطين مستمر والقادم أعظم. إلى اللقاء.